السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه رأيك لو جبت لك تليفون مدرع بالكامل ضد كل حاجة واي حاجة؟ تليفون تقدر تمرمطه معاك باي طريقة ممكنة، وفي المقابل هتضحي بشوية حاجات تقريبا بسيطة. اعمل لايك وشير وسبسكرايب وتعالى شوف التليفون ده معايا. خلونا نتكلم عن الريلمي سي 75 بشكل مختلف شويه، بمعنى اصح خلونا نتكلم عنه كتليفون عادي ونقيمه من غير ما نتطرق لكل مميزات الحمايه الجامده قوي اللي موجوده في التليفون ده، ونشوف هل الموبايل ده بدون كل الحمايه اللي فيه يستحق سعره ولا لا. التليفون بيجي بظهر وفريم بالكامل من البلاستيك، مع فريم للكاميرات من ورا شكله شبه المعدن ولكنه برضه بلاستيك. في العموم تصميم التليفون شكله حلو، والتليفون عموما في ايدك هتلاقيه متين ومش هتحس ابدا انه بلاستيك رخيص. من تحت هنلاقي منفذ تايب سي وميكروفون والسبيكر المونو الوحيد اللي موجود معانا، وكمان مفيش منفذ ال3.5. من اليمين هنلاقي ازرار التحكم في الصوت، وكمان زرار الباور اللي مدمج فيه البصمه. والبصمه هنا الصراحه سريعه جدا جدا وكمان دقيقه جدا جدا، يعني من كل 5 مرات البصمه ممكن تغلط في مره. ومن الناحيه الثانيه هنلاقي درج الشرايح اللي بيدعم شريحتين مع كارت ميموري في نفس الوقت. هنبص على الشاشه دلوقتي واللي بتيجي بمقاس 6.72 انش مع دقه فول اتش دي بلس، كثافه بكسلات 392 بكسل لكل بوصه، 90 هرتز، وكمان بونش هول. ولكن الاهم من كل ده هو البانل بتاع الشاشه، والبانل هنا للاسف هو اي بي اس ال سي دي. الحواف حوالين الشاشه تخينه نوعا ما، ولكنها ما فرقتش قوي عن معظم المنافسين. هل الشاشه دي حلوه؟ حلوه. طب هل هي احلى شاشه في الدنيا؟ لا طبعا. طب هل هي احلى شاشه في الفئه؟ برضه لا. فاحنا بكل اختصار ممكن نصنف الشاشه دي على انها شاشه حلوه، مش اكتر من كده ومش اقل من كده. الشاشه ادائها متواضع شويه تحت اشعه الشمس المباشره، ولكن في الظروف العاديه كحده وكالوان الشاشه ممتازه. السماعات او بشكل ادق السماعه المونو الوحيده اللي موجوده في التليفون الحقيقه صوتها عالي جدا، ولكن لما بتعلي مستوى الصوت على الاخر بتحس ان الصوت ابتدى يبقى حاد شويه او بقى فيه ديستورشن شويه. بالنسبه للاداء فالتليفون هنا بيجي بمعالج من ميديا تك، هو الهيليو جي 92 ماكس مع 8 جيجا رامات. اداء التليفون طبعا وقولا واحدا هو مش اقوى حاجه خالص في الفئه دي، ولكن لو انت مش شخص هيفي يوزر قوي للتليفونات مش هتقابلك اي مشكله. التليفون هتقدر تستخدمه استخدامك اليومي بشكل عادي جدا، وكمان لو حبيت تلعب التليفون هنا هيشغل لك معظم الالعاب اللي انت عايزها، وكمان على فريمات ثابته، ولكن بشرط ان انت تقلل الريزوليوشن شويه. فعلى سبيل المثال ببجي مثلا انا قدرت العب عليها على 40 فريم تقريبا ثابتين، ولكن زي ما قلت لك كنت مقلل الاعدادات. كمان في حاجه لاحظتها ان التليفون لما بتضغط عليه شويتين 3 خصوصا في الالعاب بتحس ان هو ابتدى يدفى او يسخن شويه، وده شيء متوقع ومنطقي لان المعالج هنا بيجي بتقنيه ال 12 نانومتر. النسخه اللي بتنزل مصر من التليفون ده ما بتدعمش للاسف ال NFC، ولكن هتلاقي مستشعر تقارب حقيقي شغال وشغال كويس جدا اثناء المكالمات. بالنسبه للكاميرات واللي هم بالمناسبه كاميرا واحده مش كاميرات ولا حاجه، الباقي ده منظر، فهي بتيجي بدقه 50 ميجا بكسل مع فتحه عدسه اف 1.8 مع كاميرا اماميه 8 ميجا بكسل وفتحه عدسه اف 2.0. التليفون بيقدر يصور 1080 30 فريم سواء من الكاميرا الاماميه او الخلفيه. بالنسبه للاداء الفعلي نفس الكلام اللي قلناه على الشاشه نقدر نقوله هنا، كاميرا حلوه او كاميرا كويسه، ولكنها مش كاميرا مميزه خالص بالنسبه للفئه. وفي العموم مش هو ده التليفون اللي انت هتروح تشتريه علشان تاخد منه افضل اداء في الكاميرات. صراحه انا مش عايز كلامي يتفهم ان الكاميرا هنا وحشه، بالعكس خالص. التليفون بيقدر يعالج الصور بطريقه معينه بحيث انه بيضفي عليها شويه كونتراست كده بحيث ان الصوره تطلع زاهيه وشكلها فعلا حلو. كمان خليني اقول ان ال 50 ميجا بكسل بيقدروا يطلعوا جوده من الصوره فعلا حلوه، وعموما معظم الصور اللي هتصورها في اضاءه كويسه هتاخد منها جوده حلوه جدا وتقدر تستخدمها على السوشيال ميديا. كمان وضع البورتريه هنا الصراحه فاجئني جدا لانه بيطلع فعلا صور شكلها حلو جدا. التليفون بيقدر يعزل كويس جدا، يحدد الحواف كويس جدا، وكمان شكل الصوره العام بيطلع فوق الممتاز. طبعا كل الكلام اللي انا قلته ده لا ينطبق تماما على التصوير بالليل لان الجوده هتقل بشكل كبير، وكمان تقريبا التفاصيل كلها هتضيع. اما بالنسبه للكاميرا السيلفي فكل اللي اقدر اقوله انك محتاج احسن ظروف في الدنيا، احسن اضاءه، احسن زاويه تصوير، احسن كل حاجه علشان يا دوب تطلع صوره مقبوله. اما اداء الكاميرا السيلفي في التصوير بالليل لا تعليق. التليفون كمان بيجي ببطاريه عملاقه 5828 ملي امبير، والحقيقه انا مش عارف اشمعنى 828 ملي امبير تحديدا، بس هو ده الكلام اللي مكتوب على العلبه، مع شاحن 45 واط موجود برده في العلبه. اداء البطاريه ممتاز جدا بالراحه خالص وبدون اي مشاكل، هيكمل معاك اليوم كله. اعتقد لو انا خلصت الفيديو ده لحد هنا فبنسبه كبيره التليفون ده هيكون خارج حساباتك، ولكن كل اللي اتكلمنا عنه ده ما هي الا نظره عاديه للتليفون كتليفون، من غير ما نبص على كل المميزات الاضافيه اللي الشركه اصلا بتبيع التليفون ده بيها. واللي خلاني اعمل كده هو اني لقيت
كل التركيز على المميزات دي من غير ما حد ما يتطرق للتليفون ده اداؤه عامل ازاي كتليفون. بس بما ان احنا خلاص اتكلمنا عن التليفون براحتنا، دلوقتي نقدر نتكلم على كل المميزات اللي الشركه ماركتها لها. التليفون ده بيصنف او بيتباع على اساس انه التليفون المدرعه اللي ضد كل حاجه، التليفون اللي تقدر تبهدله معاك في اي حاجه من غير ما يقول لك لا. فهنلاقي هنا مثلا ان الشاشه عليها طبقه حمايه ارمور شيل جلاس، واللي هي واحده من اقوى طبقات الحمايه اللي بتستخدم للشاشات، واللي بتستحمل وقوع الشاشه لحد 2 متر على سطح مستوي. عايز اقول لك ان كل ده والشاشه اصلا تعتبر هي اضعف جزء في التليفون، لان التليفون بيجي بفريم معدني جوه الفريم اللي انت شايفه قدامك. فالتليفون هنا يعتبر جاي بفريمين جوه بعض. ده غير ان الظهر بيجي مقاوم للصدمات بشهاده عسكريه ميليتري جريد ستاندرد 810. فالتليفون لو انت خايف عليه من الوقعات او الصدمات او كل ده، فخاف على نفسك انت اولى. التليفون تقريبا مش محتاج ولا جراب ولا سكرين بروتكتور. مش بقول لك طبعا اعمل كده ركب جراب وركب سكرين بروتكتور، بس انا بقول لك ان التليفون تقريبا مش محتاجهم. اما بالنسبه لمقاومه الميه، فالتليفون هنا بيجي مقاوم للميه بمعياريه IP68 وIP69، وده معناه ان التليفون مقاوم للميه لحد 2 متر، وكمان مقاوم لضغط الميه الشديد مش بس الميه العاديه، وكمان مقاوم للميه البارده او الميه السخنه لحد 70 درجه. فانت حرفيا تقدر تسقي التليفون ده في كوبايه شاي. ده غير ان في ميزه في السوفت وير تقدر تشغلها عشان لو حطيت التليفون ده في ميه، السماعه تطلع صوت بترددات معينه تساعد ان الميه دي تطلع من التليفون. تقدر توصل للميزه دي من الاعدادات واسمها ايجكت ووتر. بعد ما خلصنا كل كلامنا عن التليفون ده وقدرت تعرف نقط قوته ونقط ضعفه، لازم تكون عارف ان التليفون ده مش موجه لكل الناس. في ناس طبيعه شغلها بتكون قاسيه نوعا ما ومحتاجه تليفون تبهدله براحتها معاها. في ناس بطبيعتها عندها كيف انها تكسر وتبهدل في موبايلات وبيكونوا مهملين نوعا ما. في ناس بتبقى عايزه التليفون ده لطفل وبتبقى محتاجه ان التليفون ده يستحمل. فخلينا نقول ان التليفون ده وبسعره اللي يقارب ال 10000 جنيه مش مناسب خالص للناس اللي عايزه افضل قيمه مقابل افضل سعر، ولكنه هيكون مناسب جدا لناس معينه عايزه تليفون تبهدله معاها من غير ما يقول لها لا. لو عجبتك الحلقه واستفدت منها، ما تنساش تعمل سبسكرايب للشانل ولايك للفيديو، وسلام.